يسيء إليك شخص ما ثم يعود إليك بعد فترة معتذرا نادما، ماذا يعني أن تكون كريما في تلك اللحظة؟ أن تسامحه على خطئه وتعتبر كأنه لم يكن. لكن ماذا يعني أن تكون سخيا؟ أن تكافئه على اعتذاره. لا أحد يكافئ في العالم هذا المعتذرين، أقصى ما يقدم لهم هو قبول اعتذاره. تخيل أن هذا الشخص عاد وأساء إليك مرة أخرى، كرر نفس الإساءة أو ابتكر فعلا جديدا، ثم شعر بنفس الندم وقدم نفس الاعتذار. ربما قبلت اعتذاره هذه المرة أيضا، ومع تكرار الخطأ وتكرار الاعتذار ستقل حتما فرصه في الحصول على العفو، وستصل حتما إلى نهاية واحدة معروفة: لن أقبل اعتذارك بعد الآن، أقلها. هذا هو السيناريو الإنساني الأكثر تفاؤلا في الخطأ والاعتذار. تصور أن العبد الذي يفعل نفس الفعل مع الله سبحانه وتعالى يذنب فيتوب، ثم يعود ليذنب فيتوب، يحصل على شهادة التقدير. أي والله لا أبالغ، شهادة تقدير. انظر ماذا قال الله عن نبيه أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ماذا تعني كلمة أواب؟ الإياب في اللغة العربية يعني العودة، والأواب هو من يكثر العودة. وكما هو معلوم كل عودة يجب أن يسبقها ذهاب، وكثير الإياب هو بالضرورة كثير الذهاب. ومع ذلك فإن الله يمدح العبد الذي يكثر العودة إليه. نعم العبد. هل هناك شهادة تقدير أعظم من هذه؟ تخيل أن العالم قد اجتمع على شخص ما وقرر منحه لقب الإنسان المثالي. كيف تتوقع أن تكون سلوكيات هذا الإنسان؟ هو إنسان يكاد يكون لا يخطئ، إنسان نموذجي. هذه صفات الطالب المثالي والموظف المثالي والزوج المثالي. أما الإنسان المثالي في شرع الله ليس قليل الخطأ، بل كثير التوبة، والآيات والأحاديث التي تشجع على التوبة كثيرة جدا، وكأنها عروض ترويجية يزرع بها الله حب التوبة في قلوب عباده. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه الآية بالتحديد ليست مجرد تشجيع على التوبة، بل هي تكريم للتائب. فالله لم يقل أنه يحب التائبين، بل قال أنه يحب التوابين. والمسافة بين الكلمتين تتسع لآلاف المرات من الخطأ وتصحيح الخطأ. فلماذا إذا نشعر بالخجل في أن نرفع إلى الله أياد ملطخة بالذنوب؟ لماذا يسيطر على عقولنا تصور العبد المثالي الذي لا يخطئ؟ الإجابة لأن الشيطان يريد فرض تصوراته على كل شيء في حياتنا. أنت بطل روايتك، والشيطان هو شرير هذه الرواية. ماذا يريد الشرير من البطل غير إحباطه وتدميره؟ يزرع في مخيلتك فكرة أنك يجب أن لا تخطئ، فإذا أخطأت، وهذا هو صلب الطبيعة البشرية أصلا، أقنعك بأن خطأك جسيم لا يغتفر، ماذا ستفعل؟ هل ستتوب إلى الله مرة ثانية عن نفس الذنب؟ ألم تتب عنه من قبل؟ أنت تستهزئ بالله، أنت تستنفذ فرصك معه. يفتت إرادتك بشكل تدريجي حتى تتحول إلى النسخة التي يحبها، نسخة العبد القانط اليائس المستسلم. لذلك تجد نماذج عديدة من البشر دفعهم خجلهم من ذنوبهم إلى ارتكاب المزيد من الذنوب. هناك من توقف مثلا عن الصلاة لأنه لا يستطيع الإقلاع عن الإباحية، وهناك من امتنع عن الدعاء منذ سنوات طويلة لأنه مدمن للمخدرات، وهناك من توقف عن التوبة نفسها لأنه يعتقد أن التوبة تعني أن يمتنع الإنسان عن فعل الذنب، متأثرا بنموذج الإنسان المثالي الذي وضعه الشيطان شخصيا. يا أخي، من أدرى بالصنيعة من صانعها؟ هل يعقل مثلا أن تذهب لصيانة جهازك المحمول في وكالة قطع غير سيارات؟ الله الذي خلقك هو الأعلم بك وبطبيعتك، وهو الذي أوحى إلى نبيه ليقول في حديث مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الذنب ليس خطأ عارضا في حياتك، ليس عثرة على طريقك، بل هو الطريق ذاته. قيمتك الحقيقية في كونك المخلوق الوحيد في الوجود الذي يخطئ ويتوب. آثرك الله على الملائكة الذين لا يخطئون بهذا، لأنك تخطئ فيتوب عليك إن رجعت. فلا تعتقد أن الخطأ ثغرة في الإيمان أو رقعة في ثوب محبة الله ورسوله. بالعكس، هم من هم خير مني ومنك أخطأوا أخطاء ربما لا يقع فيها معظمنا.
يحمل أحد الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مخمورا فيقام عليه الحد، وما يلبث حتى يعود مرة أخرى، حتى أن أحد الصحابة قال عنه: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فنهاه النبي عن ذلك وقال له ولبقية الأمة من خلفه: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. عجيب. لكن ذلك طبعا لا يعني أنك تتوب وأنت عازم في داخلك على تكرار الذنب. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنما الإسلام دين لا يحتقر المخطئين، بل يشجعهم على النهوض والتوبة. دين يدعو إلى التصحيح المتواصل الذي لا ينتهي إلا بنهاية حياة الإنسان. لكن الشيطان لا يريد ذلك. عندما تخطئ لن تكون إنسانا سيئا، بل ستكون إنسانا فقط. سلام عليكم.